سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزال شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد للقناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. الشيخ رضوان بن عبد السلام يهاجم المحتفلين بشعبانة تزامنا مع فيضانات شمال المغرب، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. هاجم الشيخ رضوان بن عبد السلام منظمي حفلات شعبانة، وذلك في ظل الفيضانات والأوضاع التي تعيشها أغلب مدن شمال البلاد جراء التساقطات المطرية القوية. ووجه بن عبد السلام رسالة شديدة اللهجة للمحتفلين بشعبانة عبر منشور تقاسمه يوم أمس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. جاء فيه المنظمين ديال حفلات شعبانة كيشوفوا الفيضانات في كل مكان، والعباد والبلاد تعاني من مصائب كثيرة، ونحن على أبواب شهر رمضان، ومع ذلك هذا الرهوط قلالين الحياة باقين كينشروا الإعلانات ديال الحفلات الهابطة التي يسمونها زورا وبهتانا حفلات شعبانة. وأضاف الشيخ بن عبد السلام: دابا قولي أيتها المسلمة وأيها المسلم، كيفاش يعطيك خاطرك تمشي تحضر هاد المسخ وانت كتشوف المئات من العائلات تشردوا خرجوا من ديورهم، وكاين اللي غرقوا ليهم المواشي والبيوت والفلاحة والسيارات والمشاريع، وانت عاد ماشي تشطح انت ومراتك في حفلات شعبانة؟ واش ما عندكم لا دين ولا نخوة ولا إنسانية ولا خوف من الله ولا حياء من أنفسكم؟ يذكر أن السلطات قد عملت على إجلاء 1823 شخص أغلبهم من مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة، ذلك كإجراء احترازي في ظل ارتفاع منسوب الأنهار والسدود بسبب الأمطار الأخيرة.